وردنا منذ قليل هذا الخبر المؤسف جدا ومحزن من المملكة السعودية العربية. إليكم التفاصيل. أعلنت منذ قليل. أهلا بكم من جديد أعزائي متابعينا قناتنا الكرام، على الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. أدعوكم أولا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ودعانا نتعرف على موجز الأنباء المهم جدا من نوعه. إليكم التفاصيل. أعلنت المملكة السعودية العربية منذ قليل خبر مؤسف ومحزن جدا من المملكة السعودية لهؤلاء المعتمرين خلال انقلاب الأتوبيس الذي ارتفعت عدد الضحايا. وما هم الضحايا الداخل الأتوبيس خلال هذه الفترة الحالية؟ أعلنت في وقت متأخر من الليل أمس أيضا المملكة السعودية العربية بانقلاب أتوبيسا حافلة محملة بزائرين بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة. وقد وضحت أيضا أحد الصحف السعودية إن انقلب الأتوبيس عندما كان يرجع بالزوار المعتمرين على الطريق، وانصدم بأحد الكتلة الخرسانية على الطريق، وأيضا قام انقلابه على جانب الطريق، بما أدى أيضا ارتفاع عدد الضحايا الوفيات في هذا الحادث الأليم الذي أيضا تعرضت له المملكة السعودية العربية. للمعتمرين في المملكة السعودية العربية 23 مواطنا كانوا محتمرين وكانوا يؤدون مناسك عمرة شهر رمضان، وفي أثناء رجوعهم إلى الفندق فاصطدمت أيضا الحافلة وانقلبت على جانبين الطريق واشتعلت النيران بها، وارتفعت عدد الوفيات لحد الآن الإحصائية الأخيرة إلى 24 مواطنا، وأيضا هناك مصابين آخرين. واندفعت عدد من سيارات المرور وسيارات النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحافلة عندما تلقت إخطارا من نجدة المملكة السعودية العربية على الطريق إن هناك حافلة محملة بالمعتمرين انقلبت على جانبين الطريق بعد اصطدامها بكتلة خرسانية على جانب الطريق، واشتعلت النيران بها. واندفعت عدد من سيارات الحماية المدنية ورجال الشرطة بإطفاء وإخماد النيران واستخراج المعتمرين من الأتوبيس والوفيات منها. واندفعت أكثر من 50 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الوفيات إلى ثلاجة حفظ الموتى والكشف عن هويتهم وأيضا وجنسيتهم المختلفة. وقد أيضا أعلنت المملكة السعودية العربية خالص تعازيها لأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، ونتمنى لهم الشفاء العاجل للمصابين. أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني كل التحية والتقدير.